السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة 7 صنايع. النهاردة احنا عاملين فيديو مهم جدا عن مستلزمات الحلويات. مجمعة لكم تجميعة كبيرة جدا من المستلزمات، سواء الخامات أو أدوات التغليف للناس بشكل خاص اللي حابة ان هي تفتح مشروع، لأني سألت عن الموضوع ده قبل كده. وكمان الناس المهتمة بالحلويات طبعا تقدر ان هي تعرف بعض اسعار الخامات اللي معانا. انا جايبة الخامات دي من اكتر من مكان، هقول لكم على الاماكن طبعا اللي في اسكندرية وعلى اسعار كل الخامات. الاسعار تقريبا بتبقى واحدة ايا كان المحافظة اللي انتوا فيها، وعامة تقدروا ان انتوا تعملوا سيرش على النت بالاماكن اللي في المحافظة بتاعتكم، وان شاء الله توصلوا لأماكن كويسة. بس خدوا فكرة عن الأسعار بقى معانا. تابعوا الفيديو الآخر. الفيديو معلش هيبقى طويل شوية إني عاملة لكم تجميعة كبيرة من الخامات، وطالبة منكم طلبين في الفيديو ده. يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من الناس، والفيديو يترفع وناس أكتر تشوفه ويظهر للناس أكتر. والطلب التاني برضو عايزة اعرف رأيكم في الفيديو، سواء استفدتوا او في حاجة حابين ان انتوا تستفسروا عليها، او اي ملحوظة تحبوا ان انتوا تقولوها لنا، لان رأيكم بجد بيفيدنا جدا. فيا ريت ان انتوا زي ما قلت لكم تتابعوا الفيديو الاخر وتعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت. ويلا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده وان شاء الله يفيدكم. وطبعا لو حابين ان احنا بقى نشتغل سواء كيكات في البيت، ان احنا نعمل تورت، او ان احنا هنعمل مشروع، الحاجة الاساسية اللي مفيش اختلاف عليها هي دقيق الاسبونج. في منه طبعا فانيليا وفي شوكولاتة. الكيلو منه بيعمل 22 جنيه. انا جايباه من محل الملكة اللي في ميامي. طبعا احنا بنتكلم على الاماكن اللي في اسكندرية، والاسعار غالبا بتبقى واحدة ايا كان المحافظة اللي انتوا فيها. في كمان هنا عندي بودرة الريد فيلفت. الريد فيلفت الكيلو بتاعها عامل 32 جنيه. طبعا كل الخلطات دي احنا بنضيف لها بيض ومية بس. هسيب لكم النسب والطرق كلها في صندوق الوصف. وهنا كمان عندنا بودرة الفادج. نقدر ان احنا نعمل بيها الفادج او الديسباسيتو. الكيلو بتاعها عامل 36 جنيه. ولو احنا حابين ان احنا نعمل الفادج او اي شوكليت كيك، ممكن ان احنا نستخدم الكاكاو الاسباني. انا عن نفسي بفضله جدا، هو الافضل لعشاق الشوكولاته. يعني الكاكاو المر ممكن انتوا تستخدموا الكاكاو الفاتح، يعني تشتروا كاكاو عادي مش لازم الاسباني. هنا الربع من الكاكاو الاسباني عامل 20 جنيه. تمام. بالنسبة للتزيين هنحتاج ان احنا نستخدم طبعا اول حاجة الكريم شانتيه. انا هنا كنت مفضلة بصراحة ان انا اجيب كريم شانتيه جولدن باك، بس اما لقيتش غير المتحدة انا ما بفضلوش عشان ملوش طعم خالص تقريبا. مش بيدي اي طعم للكيك. بس معظم اللي بيشتغلوا في مشروعات الحلويات بيحبوه عشان بيرمي فوم كتير. فهو بصراحة اللي في محل الملكة قال لي تقدري ان انتي تاخدي كريم شانتيه الالماني. هو بيعالج الموضوع ده، طعمه حلو وبرضه بيرمي فوم كتير بس سعره اعلى. يعني المتحدة عامل الكيلو بتاعه عامل 80 جنيه، الالماني عامل 100 جنيه. بس المتحدة انا اشتريته بعرض كان ب68 جنيه الكيلو، بس هو عادة بيبقى ب80. وبرضو في المتحدة ريتش، بس برضو انا ما حبيتوش بصراحة. انا بحب طعم جولدن باك اكتر، بس جولدن باك ما بيرميش فوم كتير، فمش ناس كتير بتفضله. تقدروا كمان ان انتوا لو عندكم حسيتوا ان الكريم شانتيه طعمه مش قوي زي ما قلت لكم، ان انتوا تضيفوا عليه نوتيلا، او سواء بيضة او غامقة، او ان انتوا تضيفوا عليه شوكولاتة مذابة او جناش. يعني تحاولوا ان انتوا تخلوا للكريمة طعم او كريم شانتيه. في كمان هنا الموس، في موس شوكولاتة وموس فانيليا. الموس الكيلو بتاعه عامل 62 جنيه.
في كمان هنا انا جبت كريمة لباني باودر، بيبقى طعمها حلو قوي وبتغنينا عن الكريمة الفريش، او ممكن انتوا تزودوا عليها نسبة قليلة من الكريمة الفريش، برضو طعمها حلو قوي. دي انا يعني مجرباها قبل كده، الكيلو بتاعها عامل 80 جنيه. ودي بودرة تشيز، برضو يعني كل الحاجات اللي فاتت دي كانت من محل الملكة. يعني هنبدأ نخش بقى على محلات خليل اللي في بكوس. هنا الكيلو بتاع بودرة التشيز عامل 86 جنيه. فأنا برضو ما جربتهاش، هجربها واشوف بقى هل هي فعلا طعمها حلو وهنستكفي بيها، او ان انا اضيف لها بعض الاضافات جبنة او كريمة عشان طعمها يبقى غني اكتر. هنجرب ونشوف يعني. كمان في ده اللبن نيوزيلندي، الكيلو ب80 جنيه. برضو ده انا مجرباه قبل كده وبيبقى حلو جدا واوفر بكتير من العبوات. في كمان هنا موس الفراولة، الكيلو عامل 60 جنيه. ده برضو جايباه من عند خليل. ودي هنا شوكليت شيبس، بقت نادرة شوية الأيام دي، الفترة اللي فاتت مكنتش لاقيها خالص. الكيلو بتاعها عامل 64، يعني الربع ب16. وكمان دي حاجة جديدة لقيتها، شيكوبون يعني بالقهوة، ريحته قهوة كده ولونه كافيه، فحسيت انه هيبقى حلو لتزيين الحاجات بالشوكولاتة أو بالنسكافيه. هنا الكيلو عامل 50، وجبت مش عارفة الوزن مش باين، بس يعني شوية دول كانوا ب13 جنيه. هنا دي جبت بيكنج باودر، كنت النوع ده مجرباه قبل كده. ده سعره 12 جنيه من عند الملكة. برضو اول ما بيتفتح بيتحط في التلاجة. ودي الفانيليا سعرها 10 جنيه، فانيليا سايلة. وده لون احمر كان ناقص عندي، برضو سعره 10 جنيه. ودي نكهة فراولة، برضو سعرها 10 جنيه. دول من عند برضو محلات الملكة. توبنج البلو بيري عامل 35، وتوبنج الفراولة عامل 25. دول جايباهم برضو من عند محلات الملكة. هنا برضو ده شوكوبون. الشوكوبون اللي هناك ده سعره 15 جنيه، شوكوبون الألوان. أنا كنت قلت لكم على الكافيه. ده الكيلو بتاعه عامل 60. دي النوتيلا الكيلو منها بيعمل 50، سواء الشوكولاتة البيضة أو الغامقة. دي كريمة لباني فريش أو نباتية، ده لتر بيعمل 55، بس كان عليه عرض في محل الملكة كان ب45. هنا دي كريسبي شوكولاتة، دي عاملة الكيلو بتاعها بيعمل 60. هنا منها الغامقة والبيضة. وكمان عندنا شوكولاتة فرنسي، الكيلو بتاعها بيعمل 28 جنيه. دي شوكولاتة سويفكس، دي كان عرض، برضو حبيت اوريهولكم، كنت جايباه من محل يونس اللي في المنشية. انا هنا فتحت العرض اوريهولكم برضو من جوه. شايفين عبارة عن وردات من الشوكولاتة كده طابعينها، حاطين حتى الصور بره. ودي عبوة من الشوكولاتة، العرض ده ب15، يعني نفس سعر العبوة العادية. وانا بفضل على فكرة سوفيكس، بتسيح افضل من الشوكولاتات التانية. برضو عندنا دريم كويسة، بس يعني سوفيكس بالنسبة لي احسن، وبالذات في الشوكولاتة البيضة نادرا ما بتلاقي شوكولاتة بيضة بتسيح بسهولة. كمان ضروري جدا ان احنا نجيب الاكياس بتاعه الحلواني، سواء للتزيين بالصوصات او الكريم شانتيه.
بتبقى مهمة جدا. الحجم الصغير ده، الحجم الصغير منها ب35، ال100 كيس بيبقوا مغلفين بالشكل ده، والحجم الكبير بيبقى ب45، عشان في بس اماكن برضو بتبيعها مبالغ فيها. ودي بقى البوردات. هنا عندي مقاس 16 و18 و20. البوردات الكرتون دي تقريبا بتعمل 2 جنيه للبورد. وفي هنا البوردات بتاعت الحلويات الشرقي، دي الواحدة بتعمل 5 جنيه. والبوردات اللي ورا دي بتاعت التورت 30 في 40. زي ما انتم شايفين، في هو منقرش، وفي مشجر، وفي اللي هو محجم من على الحروف، وفي سادة، كله نفس السعر. في كمان دي قوالب الديسباسيتو. للي شاف فيديو الديسباسيتو اللي احنا كنا عملناه، كانت القوالب اكبر من كده، فده حجم نازل جديد وشكله حلو كمان، ووسط يعني هيخلينا نعرف نعمل حاجة اقتصادية اكتر وما تكونش مكلفة اكتر. يعني الواحد من ده عامل 2 جنيه. والقوالب دي برضو كنت جايباها من عند محل الملكة. دي ورق كب كيك، كنت جايباها من عند خليل، او الكمية دي كلها ب15 جنيه طبعا. يعني بسعر كويس جدا. اوريكم برضو الورقة من جوه. برضو رسوماتها رقيقة وحلوة، هي تشكيلة يعني على بعضها. كمان في برضو ده كان من عند خليل. برضو ده ورق الميني تارت. شايفين دي كده الورقة. برضو الكمية دي كانت عاملة 7.5. وده كده ورق المافن، لو حد حابب ان هو يستخدمه. الكمية دي يعني هو ممكن يكونوا حوالي 10 ورقات او 12 ورقة بالكتير، عاملة 8 جنيه. في برضو الكبات الكرتون دي، 10 عاملين 15، يعني تقريبا الواحد بيكلف 1.5 جنيه. هي غالية شوية، بس يعني هي خامتها كويسة. وده ورق الفاكيوم، ده الشفاف منه بيبقى المتر عامل من 3 ل4 جنيه. ده كنت جايباه برضو من محل يونس، في ناس كمان بتبيعه ب5. بس انا بقى جبت من خليل، ما لقيتش عنده غير اللي هو المشجر ده المتر منه ب5. ده كده هو متغلف. شايفين من جوه شكله يعني، ومن بره شكل، على الناحيتين اشكال مختلفة. شكله حلو قوي، ودي شكل حلو، خصوصا لو حابين ان احنا نعمل تورته بالفراولة او تزيينها بالفراولة. هتكون يعني مديه شكل لطيف، بس عيبها ان هو بيداري التورته من الجوانب. انا جبت منه الاشكال دي، شايفين الشكل من جوه ومن بره. برضو ده رسمة شكوبون، ومن بره كده زغرفة. دي برضو انا جبتها من عند خليل، علشان لو حبيت ان انا اسقي الكيك عن بعد، لو هستخدم ورق الفاكيوم. دي عاملة 10 جنيه. وده برضو ورق تارت. انا كنت جايبه برضو المقاس ده من التارت. كان سعره مش عالي، بس الورق بتاعه الكمية دي معرفش قد ايه، ب3 جنيه ونص. ودي قوالب الميني تارت اللي احنا لسه شايفين الورق بتاعها اللي كان صغنن خالص ده. دول 12 واحدة، كيسة فيها 12. كام؟ ب8 جنيه.
ده برضو من عند خليل، الورق والميني طرد. دي برضو المثلثات دي من عند خليل، الواحد عامل جنيه ونص. دي طبعا بتاعت تشيز كيك، او لو حابين تعملوا فيها ديسباسيتو او حاجة تانية. واحد عامل جنيه ونص بس، في الجملة عمل جنيه و20 قرش. سواء هتاخدوا 50 او 100 برضو حسب جملة. دي الكبات دي كنت جايباها من عند محل الملكة. ده الواحد عامل 2 جنيه بالغطاء بتاعه، و لما بتاخدوه جملة بيتحسب لكم بجنيه 65 قرش لو اخدتوا بقى 50 او 100 منه. دي كبات كنت جايباها من عند خليل، هي ما فيش متاح منها في السوق حاليا دلوقتي. هو عامة لما بيبقى فيه نقص في البضاعة غالبا بيبقى نقص عند كله يعني. ودي بقى قواعد الجاتو، انا كنت جايباها من عند خليل عشان لو حابين فيها علامات من الجوانب، عشان لو حابين انتوا تقفلوها على قطعة الجاتو. الواحدة عاملة 75 قرش، وفي الجملة عاملة 60 قرش. تمام. العلب دي هقولها لكم في الاخر عشان هتفركش الدنيا لما اشيلها. دي قوالب كنت جبتها برضو من عند خليل، قوالب سيليكون. سواء حابين ان انتوا تخبزوا فيها مثلا كيك للميني كيك او حاجة، او ان انتوا بس تصبوا فيها اي حاجة. وكمان ممكن تنفع جدا لحلاوة المولد، يعني الحجم ده مناسب. لما شفتها فكرت فيها. الفورمة دي عاملة 45 جنيه، جايباها من عند خليل. كمان جايبة الفورمة اللي هناك، يعني هي زيها بس اغوط شوية، عاملة 35 و6 قطع، لكن دي 3 بس. كمان في ده مقص الورد دلوقتي متاح في السوق، كان مش متاح الفترة اللي فاتت. وكمان في المقص لوحده موجود، كان بينزل الفترة اللي فاتت المسمار بس، ممكن يكون بكذا مقاس. لكن دلوقتي المقص راجع ينزل تاني، سواء لوحده او مع الطقم. الطقم ده ب35 جنيه، كنت جايباه من عند يونس اللي في المنشية. دي بقى زبدة زبدة اللوتس المصري. الكيلو بتاعها او العلبة دي عاملة 65. برضو قلت هجربها. وكنت جايباها برضو من عند محل الملكة. وده بسكوت داجست برضو كنت جايباه من عند الملكة، العبوة دي عاملة 25. وبقى هنيجي للصوصات. عندنا هنا مروار، كنت جايباه من عند خليل ب15 جنيه العلبة دي. زي ما شايفين قوامه تقيل يعني، وحلو برضو وسعره كويس. من الصوصات دي انا كنت وريتها لكم قبل كده، هي طالعه من التلاجة يعني بدأت تفك. ده صوص الكراميل، الكيس ده عامل 40 جنيه. وبرضو في معانا صوص الشوكولاتة، في منه صوص الفراولة. يعني برضو حاجات بتنجز معانا. مش هينفع ان احنا نعمل كل حاجة بايدينا، وكل ما نعوز نزين حاجة ان احنا نعمل الصوص بتاعها. ده هيبقى مرهق جدا ومش منجز معانا. فلازم ان احنا نشتري صوصات جاهزة، حتى لو هنعمل مثلا صوص فراولة في موسم الفراولة تكون رخيصة، فنعمل كمية ونفرزنها، او برضو موسم الكريز. لكن حاجة زي الكراميل ممكن ما تبقاش قوي موفرة ان احنا نعملها بنفسنا، بتحتاج كريمة كتير عشان يطلع طعمها حلو. فيعني انا بفضل بصراحة الصوصات الجاهزة، بالذات للشغل الاونلاين او شغل الكافيهات. بتنجز في الوقت، مش كل حاجة هنقدر احنا نعملها هنبص نلاقي نفسنا في الاخر مش قادرين. كده ده
بالنسبة للصوصات برضو النوتيلا البيضة والغامقة انا بعتبرها برضو من ضمن الصوصات اللي احنا بنستخدمها، ان ممكن نشكل بيها اشكال على الوش. وبرضو قلنا سعرها. دي كده شوكولاتة كنت جايباها برضو من عند خليل. الكمية دي عاملة 17 جنيه. المكتوب تقريبا الكيلو عامل 170 جنيه او حاجة. هي تقريبا 14 واحدة ب17 جنيه. تقدروا بقى انتوا تحسبوها. دي برضو بتبقى حلوة في التزيين بدل ما نشتري شوكولاتات اغلى من كده. وده بسكوت اوريو بالوزن. العلبة دي عاملة 17 جنيه من غير كريمة. في كمان دي الوان داست. انا عندي الفضي والذهبي، حبيت برضو اجيب اللونين دول، ممكن احتاجهم قريب في تورته، فحبيت انا اجيبهم. اللون منهم عامل 20 جنيه. دول انا جايباهم من عند محل الملكة. والالوان دي برضو كنت جايباها من عند يونس. العلبة عاملة 3 جنيه. يعني انا بصراحة معرفش الجودة بتاعتهم مختلفة ولا لأ، لسه ما جربتهمش، بس انا مجربة الوان الدست قبل كده. هي تمام الماركة دي. ما اعرفش بقى هي العينة الصغيرة دي هتبقى ايه اخبارها. ودي كده سبرينكلز. اي عبوة من دي دول انا كنت جايباهم من عند خليل قبل كده. كانت العبوات دي عاملة 25 جنيه. وبرضو السبرينكلز دي برضو تركيبة البرطمان دي ب25. وبرضو انا جايبة منها لونين، الموف والاخضر والبينك، برضو عشان لو احتجتهم زي ما قلت لكم في تورته قريب ان شاء الله اصورها معاكم وتشوفوه في التنفيذ. دي بقى العلب دي. اول حاجة العلبة 20 في 20. ده كده المربع بتاعها. ودي بتتنى من هنا، يعني لو رحتوا في اي محل هيوريكوا طريقة تقفيلها ازاي، وهي يعني بسيطة واضحة. ودي علبة 30 في 30. دي الواحدة عاملة 8 جنيه. دي انا كنت جايباها من عند خليل. ودي العلبة الكبيرة دي 40 في 40. دي عشان التورت سواء دور واحد او دورين. دي برضو ليها طريقة تركيب بحيث ان هي تركب سواء تورته دور واحد او ان هي بتتحط كده تشعلق في جوانب الجزء اللي تحت، وبتبقى للدورين بتخليها يعني ايه مرتفعة اكتر. العلبة دي كبيرة عاملة 16 جنيه. 42 في 42 ده حجمها بالظبط. يعني تاخد تورته 40 حجم 30 في 40 مستريح. ودي بقى علبة برضو الحلويات او الاوردرات، تنفع للكب كيك. برضو دي الحروف بتاعتها بتتنى وبتركب على اساس ان هي نحط فيها الكب كيك وما يدخلش في بعضه، او ان احنا بنستغنى عنها ونستخدمها كعلبة عادية. العلبة بتاعت الكب كيك دي عاملة 10. تالي كده اكون جمعت لكم اسعار الخامات اللي انا اشتريتها، بس لسه فاضل بس ايه حاجة بسيطة جدا. وبرضو انا جبت القالب ده، حبيت برضو اقول لكم على سعره. ده جبته من عند الملكة. سعره 75 جنيه بدل 100. والمنشار او الترانش ده جبته برضو عند خليل ب30 جنيه. بس كده دي كل الخامات اللي انا جبتها لكم النهارده. يا رب اكون لمت لكم اكبر قدر ممكن من الخامات واكون افدتكم، وان شاء الله هسيب لكم طرق كل حاجه في صندوق الوصف. ولو حابين ان انتوا تستفسروا على اي حاجه اسالوني وانا هرد عليكم. وربنا يوفقكم ويوفقني وادعوا لي. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصلكم كل اشعارات فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله.